السلام عليكم الكبيدات، لاباس عليكم؟ كي راكم دايرين؟ الحمد لله. اليوم جبت لكم هذا الفيديو ولا هذه الوصفه اللي هي المربى نتاع البطيخ الاصفر. شكون اللي ما يعرفش المربى تاع البطيخ الاصفر؟ والله يا البنات صدقوني يجي روعه روعه واكثر من روعه. هنا انا من بعد ما نقيت البطيخ تاعي غسلته زين زين وقطعته كما قلت له تشوفوا فلوق فلوق. هنا جبت الطاجين اللي غادي نطيب فيه المربى. نقطع هذا البطيخ بهذه الطريقه. وشوفوا البنات، هنا انا هذا البطيخ عندي راه حلو، يعني يجي به الكونفيتير ما شاء الله. وحتى الا كيما نقولوا كان عندكم شريتو بطيخ صامت وما تتكلش، ديروه كونفيتير والله يجي نفس الذوق. انا هنا البطيخ قلت لكم 4 كيلو بهذه الطريقه الزوينه. نقطعها في الطاجين. كما نقولوا الطاجين هنا عندي انا صغير، ما داليش الكميه كامله، اللي ما داليش لي كاع دي 4 كيلو. فهمتوا واشنو؟ قطعت عمرت الطاجين زين زين وضفت عليه السكر وخليته على جنب واحد نص ساعه، نسيته. هايا خلوه يريح. المهم داك السكر يطلق الماء والبطيخ يهبط. من بعد عاد نزيد نكمل البقيه اللي بقات. صدقوني يا البنات هاد المربى يجي روعه روعه وبنين بنين ما شاء الله. والله الا صدقوني ما تقولوش تاع البطيخ. هنا شوفوا من بعد ما عمر لي الطاجين، شوفوا مازال باقيه لي كميه ما قطعتهاش. نضيف السكر كيلو البنات، فيه 4 كيلو بطيخ كيلو سكر. انا ضفت السكر نص القابصه ونهبطه زين زين. نحرك الطاجين مليح باش داك السكر يهبط لتحت ياك. ونخليه يريح واحد نص ساعه. داك الماء يطلق كيما نقولوا السكر يطلق الماء تاعه والبطيخ يهبط. ومن بعد نكمل بقيه البطيخ اللي باقي لي ونزيد نكمل السكر اللي بقى لي. يعني قلت لكم 4 كيلو سكر في 4 كيلو، عفوا 4 كيلو بطيخ فيها كيلو سكر. هنا نكمل كامل الكميه اللي باقيه لي. هنا صاي هنا من بعد ما نسيرو كيما نقول لك السكر طلق السيرو تاعه والبطيخ طلق السيرو تاعه وهبط لي صاي. نديرها فوق النار على نار متوسطه ونزيد عليه واحد المرسول تاع حبه تاع ليم. هنا هذا عندي في الكونجيلاتور البنات، ضفت عليه واحد نص حبه تاع ليمون. هاهي والنار على نار متوسطه ونزيد نكمل داك السكر اللي بقى. يعني قبيله ضفت نص كيلو ومن بعد عاود كي كملت البطيخ ضفت كميه السكر اللي بقات لي. هذه هي. هنا على خطره على خطره كي يبدا يغلي البنات، خطره على خطره تحركوه، خطره على خطره. وماذا بكم يا البنات شوفوا كي يبدا يطبخ قبل يخرج واحد كي يبدا يطبخ يخرج واحد الكشكوشه، يعني واحد الرغوه. هذيك الرغوه ما تخليوهاش، نحيوها باش كيما نقولوا الكونفيتير يبقى عندكم مده طويله. فهمتوا؟ يطول معكم ما يخسرش ما يضيعش. هنا خطره على خطره نحرك البطيخ نحركه. وهذا وسمحوا لي البنات، يعني نحرك انا مغرف تاع الحديد. انتم اللي عندكم مغرف الخشب حركوا بالمغرف تاع الخشب، انا ما كانش متواجده عندي. هاي نقضي باللي كاين. المهم خطره على خطره تحركوهم، خطره على خطره والنار تكون متوسطه. المهم حتى ينشف. شوفوا ما درنا لا ما لا والو، يعني غير السكر والبطيخ ما ضفتش الماء. المهم حتى ما يبقاش فيه قطره نتاع الماء داك تاع البطيخ. الماء اللي طلقه البطيخ خاصو ينشف. فهمتوا البنات؟ يبقى غير العسل نتاع السكر حتى يتعسل عندنا زين زين. وخطره على خطره ما تنساوش حركوه باش ما يلصقش من التحت. صدقوني يا البنات والله الا جربته هاد المربى والله ما تستغناو عليه. يعني مربى في منتهى الروعه، مربى في منتهى الروعه. وحاجه اللي توجدوها في الدار ماشي كيما حاجه نتاع كيما نقولوا حاجه نتاع الشري. فهمتوا البنات؟ حاجه خدمتيها بيديك، فهمتي؟ تعرفي شا راكي دايره فيها ومنقيتها وتاكليها وقلبك مرتاح.
المهم انا مانيش غافل عليه، خطره على خطره نجي نحركه، خطره على خطره نجي نحركه باش ما يلصقش. انا راه قريب يوجد معايا صاي نشف لي من الماء البنات. شوفوا بدا يتعسل ويعطي داك اللون. قد ما طاب نقصتي عليه النار، وقد ما طاب زين يعطي داك اللون الاحمر، يجي روعه يا البنات. المهم غير جربوا هذا البطيخ وباذن الله غادي تشكروني. وما تنساونيش يا البنات، ما تنساونيش من التعليقات واللايكات، راكم تنساو لي دوك اللايكات. شوفوا هنا الاضافه التاليه اللي ضفتها مغرف تاع نص مغرف تاع لافاني. صحيح هنا راني باغا نطفي عليه، ضفت عليه نص مغرف تاع لافاني باش تعطيه ديك النكهه الشابه. المهم كيما قلت لكم البنات ما تنساونيش من داك اللايك، راكم يا الزينات يا الكبيدات، راكم كاين مشاهده ولكن اللايك راكم تنساوه. الله يعطيكم السر اللي ما يقضى ولا يتقاضى. ما تنساونيش من اللايك والبارطاج لخوتكم كريمه. شوفوا ما شاء الله كي جا من بعد ما نشف، واحد المربى هنا راني خليته نشف وبرد. شوفوا تبارك الله كي جا. نتمنى ان شاء الله يا خواتاتي تجربوا هذا المربى. كيما نقولوا راه موسم تاع البطيخ، نستغلوه نديرو معجون البطيخ. راه في هذا وقت المشماش، وقت الدلع، هيا نستغلو. وقت الخوخ هادو كاع نستغلوه ونديرو منه المربى. بتفوتي به خبيزه الصباح ولا قهوه عشيه، يجي ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله كي جا البنات، غير داك اللون راه يعبر على روحه. شوفوا تبارك الله كي جا ما شاء الله. ما شهيتكم فيه ونتمنى تجربوه خواتاتي، جربوه. وما تنساونيش ما تنساونيش من الدعم نتاعكم. الله يعطيكم الستر. بارطاجيو خوتكم كريمه، بارطاجيو القناه خوتكم كريمه، وفرحوني بالتعليقات الزوينه، وفرحوني باللايكات. وش نقولكم، الله يعطيكم الستر. هذا شنقول لكم، هيا هاد الكونفيتي ما يستاهلش الدعم، يستاهل الدعم اخواتاتي.